احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه العقيدة الراسخة التي زرعها المصطفى عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه، بل في نفوس صغار الصحابة، فأخرج جيلا قويا عزيزا لا يذل إلا لله الواحد القهار. فلذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. كرامة المرء عند الله تقواه، لا المال ينفعه قدرا ولا الجاه، ولا قصور ولا خيل ولا ذهب فيها قياصرة من قبل قد تاه. وكل من آثر الدنيا للذته، وكل من آثر الدنيا للذته تضيع أخراه في أيام دنياه. لكن من خاف مولاه وراقبه وعاش في خشية فالأزد تخشاه. احفظ الله يحفظك، يحفظك في أمورك كلها. فالحفظ نوعان: حفظ لك في أهلك وبدنك ومالك وولدك. أنت تريد من الله أن يحفظ لك بدنك من المرض والسقم، ويحفظ لك أولادك، ويحفظ لك بيتك، ويحفظ لك صحتك وعافيتك وإياهم. فإن الذي يموت مؤمنا كما أخبر عمر بن عبد العزيز يحفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. لما جاء موسى ومعه الخضر واستطعم تلك القرية، أراد منهم طعام وشراب، فلم يضيفوا موسى عليه السلام ولا الخضر، فقام الخضر وبنى ذلك الجدار. فاستغرب موسى وقال للخضر: علام تبني لهم هذا الجدار وهم حتى لم يضيفونا ولم يرحبوا بنا ولم يعطونا حتى الماء؟ فبعد ذلك ماذا قال له؟ وذكره الله في القرآن: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. انظر إلى حفظ الله. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين: كان جدهم السابع صالح، فحفظ الله لهم هذا الكنز بصلاح جدهم. فإذا ما أردت حفظ أولادك وبنيك فكن صالحا من أجل حفظهم. يقول بعض السلف: والله إني لأجد أثر الذنب في خلق دابتي وأهل بيتي وزوجتي وولدي. والله إني لأجد أثر الذنب، إذا ما فعلت ذنب أجد أثره أين؟ في دابتي، في سيارتك، في ولدك وخلق زوجتك. هذا من ينظر له؟ الذي ينظر بنور الله، الذي ينظر وهو في معية الله وكنف الله. أما الذي هو غاط بالمعاصي والآثام لا يدري من أين يؤتى، من أي ذنب يؤتى. أما المؤمن فإنه ينظر بنور الله